وانا هجيب لك، بس هجيب لك حلاوه سبريد بال 500 جنيه اللي انت هتاخدهم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده يا جماعه الفيديو مختلف شويه عن كل مره، دايما بنعمل اكل وبنعمل خروجات والكلام ده كله، انما النهارده الفيديو بقى مختلف، هيكون للتوعيه. انا جات لي رساله بتقول لي لقد تم تعطيل حسابك البريدي، يرجى الاتصال بنا لتحديث بياناتك. طبعا دي اكيد عمليه نصب، يعني احنا كلنا عارفين لما بتيجي اي رساله بتكون مثلا مكتوب عليها اسم البنك او بتكون عباره عن شفره، يعني ما بتكونش غالبا ما بتكونش رقم موبايل. يعني شايفين الرساله؟ فانا دلوقتي هتصل من تليفون تاني وهتكلم وهفتح السبيكر معاكم واشوف هيقولوا ايه. بسم الله. عشان ده يعلمنا ان احنا ما نديش اي بياناتنا لاي حد. تسعة تسعة خمسة ستة واحد واحد ستة. تمام، هنتصل وهنشغل السبيكر شوف هيقولوا ايه بقى. يا رب رقم ما يكونش موجود. تمام. مش بيردوا، شكلهم قفلوا. لا بكتيريا. رقم مختلف. اه عايز الرقم اه يبعت لك عليه. الرقم ده ما يعرفوش، وعايز الرقم اللي انت اتصلت بيه. ممكن اتصل من نفس الرقم. اتصل من تليفوني. اه تليفوني. بس انا بقى عندي سؤال، هما ممكن يخترقوا الموبايل نفسه؟ ان شاء الله يكون لا، يعني ممكن. معقول. مشغول. ثلاث سبعات، معرفش في ايه. غالبا هو اتهرش ولا ايه فبيكنسل، مش عارفه. على الرقم بيكنسل، او ممكن يكون اتعمل بلوك على الرقم. طيب احنا هنفضل معاه ونحاول. بيتكلمش، كان نفسي بصراحه يرد قوي واسمع واشوف هيقول ايه، بس مش عارفه. عشان اتصلت. الرقم اهو يا جماعه بيتصل. الو. الو. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه حضرتك يا فندم اخر مره استخدمت حسابك البنكي كان امتى تقريبا؟ ممكن من اسبوعين كده. تمام، كانت عمليه سحب او ايداع وقصه حساب يا فندم. ايداع وبعد كده سحب. تمام حضرتك، الفيزا اللي مع حضرتك يا فندم مع حضرتك الان بتطلع على شهر 5 دقايق تنتهي معانا سنه كام شهر كام؟ هتنتهي ب26 8/26. تمام يا فندم. تمام 26. اهو. تمام، الفيزا بتطلع مع حضرتك يا فندم بتطلع على تاريخ المرجعي يا فندم ال 16 رقم كده. بيبدا معاكي بخمسه ولا باربعه؟ 5. تمام، طب 5 كام يا فندم؟ طب ثواني هجيبها بعد اذن حضرتك. تمام سيادتك يا فندم. ثواني. طب هو ايه اللي بيخلي الفيزا، يعني ايه اللي بيخلي بيحصل عطل يعني؟ معلش. التحديث يا فندم، التحديث الرسوبي يا فندم، معاك احمد كمال مصطفى يا فندم من البنك المركزي للتحديث. تمام؟ البنك المركزي، اه تمام. يا فندم مع حضرتك للتحديث، هتلاقيها وانا مع حضرتك. تمام. لا لقيتها بادئه ب4، معلش مش ب5. تمام سيادتك، 4 0 ولا 4 كام يا فندم؟ 4 7. 4 7 8؟ لا 4 7 4 1 7 4 2 6 3 1 4 5 6 1 8 7. تمام، اراجع 16 رقم كده معايا يا فندم. 4 اتفضل. 7 اه 4 7. ايوه 4 7. 4 7 4
7 1 4. لا 4 7 7 4. تمام. تمام 1 4. اهو. ايوه تمام 2 6. اهو. 3 1 4. اه تمام كده مظبوط. 5 6 أرقام. في 4. في كام يا فندم؟ 4 ارقام وجنبهم 3 ارقام. أقصد الناحية الثانية يا فندم في 3 أرقام. اه في 3 ارقام فعلا. تمام. من الشمال كام؟ 6 5 0. 5 0. هتوصلك السنة دلوقتي يا فندم وأنت معايا المكالمة تمام؟ اه حضرتك الرقم اللي أنت سايباه في البريد يا فندم أو المكتب البنك يا فندم تمام؟ البريد. هو الرقم إيه يا فندم؟ هو الرقم ايه مش فاهمه. حضرتك الرقم اللي أنت سايباه في الاستمارة يا فندم. اه. مع الاستمارة يا فندم في حسابك الجاري بتوصلك رسالة عليه الرسالة البنكية حضرتك. اه بتوصل رساله اه. تمام لأنها مش انتوا باعتين لي عليها اه هي. اه تمام لأن يوصلك السنة دلوقتي تم تحديد حسابك يا فندم تمام؟ تمام. والسنة كشف ساري تمام؟ اه أنت آخر مرة قلت إن أنت يا فندم استخدمت حسابك البنكي؟ من اسبوعين. تمام. على أي نسخة إجمالي يا فندم؟ نعم. على مستحقات؟ على مستحقات يا فندم؟ اه في. اه في. تمام. هتوصلك السنة دلوقتي يا فندم تمام؟ تمام. هتديك خسارة يا فندم تمام؟ تمام تمام. خليكي معايا يا فندم وهتوصلك السنة دلوقتي. معاك. تمام. مفيش حاجه لسه جت. حضرتك معايا. هتوصل حضرتك الآن يا فندم هتوصل حضرتك الآن. طيب تمام تمام. تمام. حسابك يا فندم فوق ال 10000 أو تحت ال 10000 يا فندم لأنها هتوصلك السنة كشف حسابك دلوقتي. لا اقل من 10. احنا على قد حالنا والله. تمام. قد إيه يا فندم؟ يعني ممكن 500 جنيه كده. 500 جنيه؟ اه 500 جنيه مش هتعرف تسرقهم معلش. أسرع لي إزاي حضرتك بتقولي لي بتقولي ده يا فندم حضرتك؟ بقول اللي انت سامعه ان انتوا ناس نصابه وحراميه، وانا هعمل في الرقم ده بلاغ وان شاء الله هتتاخد من قفاك، هتتجاب كده. وقسما بالله الرسالة ما توصلش. وقسما بالله ما انا عارفه ان هتوصل لي رساله، انا عارفه ان هي هتوصل، ما انا بقولكش مش هتوصل لي، الله اعلم اذا هتوصل ولا مش هتوصل، بس انتوا ليه بتعملوا كده؟ اطلعوا اشتغلوا اطلعوا اشتغلوا اطلعوا اشتغلوا اطلعوا اشتغلوا، بدل ما انتوا بتسرقوا الناس من بيوتها كده. حرام عليك، احنا ناس بتتعب وبتشقى، انتوا قاعدين بتتسولوا. يا فندم انت هتتجاب يا فندم، انا هعمل فيك دلوقتي بلاغ يا فندم. انت عارف ان انا جوز خالتي لواء، وانا مبلغه عن رقمك قبل ما اكلمك، وممكن تلاقيهم جايين دلوقتي بيخبطوا عليك. زادنا الشرف يا فندم. زادك الشرف، انا بس هيزيدك شرف اكتر بقى لما ان شاء الله اهلك يجوا يزوروك بعيش وحلاوه، وانا هجيب لك، بس هجيب لك حلاوه سبريد بال 500 جنيه اللي انت هتاخدهم. حضرتك انت مش ده يا فندم؟ نعم. اكشف على حسابك كده هتلاقي. لا انا هكشف عليك انت شخصيا، مش هكشف على حسابك، انا هكشف عليك انت شخصيا. والله هتوصلك والله انت دلوقتي هتلاقيهم بيخبطوا عليك، مش دلوقتي، هتلاقيهم كمان شويه، بس انت اقعد بقى توقع كده وشوف مين هيجيلك، وساعتها اعرف ان اللي صاحبه 500 جنيه هي اللي بلغت عنك يا حراميين. وطبعا زي ما انتم سمعتوا، بصراحه انا مش قادره اقول لكم ان انا انا برتعش جدا جدا، مش قادره اقول لكم، انا ما بحبش ابدا النصب، ما بحبش ان حد يضحك على حد، ما بحبش نبقى قاعدين في بيتنا كده، عارفين انتوا المثل بيقول لكم يا قاعدين يكفيكم شر الجايين زي ما بيتقال، هم دول فعلا، دول ناس سوء. انا فعلا هعمل محضر في الرقم ده علشان يتجاب ويتأذى، علشان ما يعملش كده، لان انا لو بعرف اتعلم وانا فاهمه، غيري ما بيعرفش، غيري ممكن يضحك عليه ويفرح ان جاي له فلوس، او فعلا بياناته ضايعه، او فعلا مش عارف يعمل ايه. فانا فعلا انا هعمل بلاغ، هعمل محضر بالرقم ده، وهوريكم رقم
البلاغ بتاعي. ومش بصراحه مش عارفه اقول ايه. والفيزا اللي انا عطيت له رقمها دي انتهت الصلاحيه اصلا وما عطيتهالوش صح. يعني دي فيزا بريد، انا كنت عاملاها الايزي باي والكلام ده كله، دي بريد وانتهت في شهر 4/23، ولحد دلوقتي انا لسه ما جاتليش اصلا رساله زي ما هو ما قال. وانا صدمته، لو تاخدوا بالكم من صوته لو هتسمعوا وترجعوا تاني للفيديو، لما بيقول لي انت اكتر من 10,000 ولا اقل من 5,000 او ولا اقل من 10,000، فانا قلت له 500 جنيه. قال لي 500؟ خدتوا بالكم سمعتوا؟ قال لي 500؟ قلت له اه 500. فهو مش عاوز، هو خلاص ما كانش عايز يكمل المكالمه بقى، هو عايز يقفل باي طريقه ان هو هياخد 500 جنيه يعني. بس هو غالبا كده ليه احسن من ما فيش يعني. انا ما قدرتش بصراحه ان انا استمر معاه في الكذب، لاني ما بقتش عارفه ارد عليه واقول له ايه. واستفزيت، انا من جوايا استفزيت جدا، اللي هو ليه بتعملوا كده؟ فبجد حسبي الله ونعم الوكيل في اي حد بيعمل الموضوع ده. زي ما قلت لكم انا فاهمه وعارفه اقرا، غيري مش فاهم، غيري مش عارف يقرا مثلا، غيري ما عندوش توعيه، غيري ممكن تليفونه يتصل اي حد يقول له ايوه، يبقى مثلا بياخد معاش ولا بياخد حاجه على قد حلو، يقول له ايوه انت بياناتك بايظه فادينا رقم الفيزا بتاعتك. يعني دلوقتي كلنا بقينا بنقبض بالفيز، سواء معاش او قبض مرتب شهري عادي لاي موظف، خلاص بقى كل التعامل بتاعنا بالفيزا. فحرام يا جماعه، بجد كده حرام. السلام عليكم.